السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي الغدا ايه بكرة. نورتوني وشرفتوني. لو اول مرة تشوفيني ممكن تعملي اشتراك في القناة ولايك وكومنت برأيك. النهاردة ان شاء الله هنعمل بامية وفاصوليا من حلة واحدة. تمام، زي ما انتوا شايفين دي الفاصوليا. جبتها نكتها وغسلتها كويس ورحت حطها تنسلق. حط عليها شوية رشة من السكر، ولما غليت غلوتين كده طفيت عليها النار وغطيتها زي ما انتوا شفتوا معايا. بعد كده يا جماعة هجيب حلة اسخنها على النار، احط عليها معلقة من السمنة، احط عليها بصل واسيب البصل لما يدبل. تمام، واروح حاطة التوم زي ما انتوا شايفين كده معايا، وده نقلب لما ريحة التوم تطلع. بعد كده ده طبعا هكون مجهزة الطماطم فرمها في الخلاط. تمام، بدأت ما البصلة تدبل هروح منزله عليها بالطماطم. زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هبدأ اقلبهم مع بعض واجيب التوابل بتاعتي. هجيب ملح، ده كزبرة، فلفل اسمر، كمون، وهقلبهم مع الصلصة زي ما انتوا شايفين كده بقى، وهسيبها على نار متوسطة. تمام، واسيبها تتسبك. الصلصة غليت اهي يا جماعة واتسبكت. هكون جايبة حلة تانية احطها على النار تسخن، واروح حاطة نص الصلصة دي في الحلة. تمام، هقسمها بين الفاصوليا والبامية. طريقة سهلة جدا لو انت عاوز تعملي يومين مع بعض، عازمة ناس وعاوز تعملي وصفتين مع بعض طبيخ، تبقى دي بتسهل عليك وقت ما تعملي طبيخ في حلة وفي حلة. تمام، هبدأ احط الفاصوليا وهقلبها، احس ان هي عاوزة صلصة، اروح احط عليها كبشتين صلصة كمان. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. هبدأ بقى البامية اكون مفرزاها، هطلعها واحطها في الصلصة وهدي النار عليها لغاية لما تفك. الفاصوليا بقى عاوزة شوربة، هروح احط عليها من الشوربة. لو ما عندكيش شوربة ممكن تحطي مية عادي ومكعب مرقة. والبامية نفس النظام، اللي بحطه في دي بحطه في دي، شوربة هنا وشوربة هنا. بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان هي تغلي. برضو لو انت حسيت ان هما محتاجة ملح او بهارات بتزودي. هحط عليهم برضو فلفل اسمر وشوية من الملح برضو على حسب الحدق اللي انت عاوزاه. اهو بسم الله ما شاء الله، يعني البامية فكت اهي وغليت. هبدأ بقى اخلي النار متوسطة عليهم واخليهم يستووا براحتهم. قوليلي بقى عملت اللايك ولا لسه؟ لو لسه ما عملتش اللايك اعملي لايك وكومنت برأيك في الفيديو، خدي جولة كده في القناة وقوليلي ايه رأيك فيها. تمام، وفي فيديو للبامية ادخلي شوفيه كنت بقمعها. تمام يا جماعة، اشتراك يا جماعة، كومنت برأيكم كده وفرحوني كده، ربنا يفرح قلبكم. انا بفرح جدا لما بتعملوا لي لايك واشتراك. كنت عاملة النهاردة فراخ كنتاكي، فقلت
اجي اصور كده ايه صورة وفيديو قصير وانزله لكم مع البامية مع الفيديو النهاردة يعني. ايه رأيكم؟ كنت عاملة كنتاكي، كنت عاملة نص فرخة واجنحة. يلا بقى اشوفكم على خير، مع السلامة.